ازاي الاهلي يكسب الزمالك في نهائي السوبر الافريقي؟ علشان الاهلي يكسب الزمالك لازم تكون عارف عن الزمالك حاجتين. الحاجة الاولى ان الزمالك من الفرق اللي بتقدر تدخل في اجواء اللقاء لو سبت لها مساحة من بدري، من الفرق اللي بتقدر تتعايش وتكسب ثقة، وبتقدر ان هي تتعايش مع ظروف الزمالك مع ظروف المباراة، وبتستغل اخطاء الخصم، وهنا الزمالك بيحقق اللي هو عايزه من المباراة. اذا لازم اول حاجة يعملها كولر انه يمنع الزمالك يشاركوا الجيم من بداية اللقاء، يمنع الزمالك انه يكسب ثقة. لازم الزمالك يكون تحت ضغط شرس جدا من اول دقيقة. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، لازم تبقى عارف ان الزمالك من الفرق اللي لو استقبلت هدف او اتنين ما بتقدرش ترجع في اجواء اللقاء، بيفك بشكل كبير جدا. الزمالك من الفرق اللي ما بتقدرش قدام الاهلي تعمل ريمونتادا بعد ما بتتاخر بهدف واتنين، وما تقدرش ان هي ترجع في اجواء اللقاء الا لو حصل خطأ منك انت كمدرب، زي ما حصل مع موسوماني بعد ما تقدمنا بخماسية، حصل تغييرات قلبت خلت الزمالك يقدر يسجل هدفين. هنا نقدر نقول لك ان الزمالك مرجعش، الزمالك رجع باخطاء مننا. الاهلي علشان يكسب الزمالك لازم يبقى عارف ان الزمالك زي ما قلت ما يدخلش معاه المباراة ولا يشارك من بداية المباراة بشكل يكسب فيه ثقة. لازم يبقى عارف ان الزمالك ما بيقدرش يرجع في اجواء اللقاء، فكل ما انت هتكون قريب من التسجيل، كل ما هتسجل هدف واتنين، كل ما الزمالك هيفك، كل ما الزمالك هيرتبك، والثقة عنده بتقل بشكل كبير جدا وبتسجل عليه نتيجة تاريخية. كولر مطالب ان هو يلعب قدام الزمالك بتشكيل قوي جدا، مطالب ان هو يلعب قدام الزمالك بطريقة لعب كلها ضغط عالي، ضغط شرس. لازم نستخلص الكرة من اقرب مكان، لازم يكون في لعب مباشر على المرمى، تعليمات بالتسديد المكثف على حارس الزمالك اللي يعتبر مش موجود. حارس الزمالك محمد صبحي لو سددت عليه من مسافة قريبة او من مسافة بعيدة هتقدر تسجل فيه اهداف. بداية اللقاء لازم تخلص المباراة، ما تسمحش للزمالك يدخل اجواء اللقاء، ما تسمحش للزمالك يكسب ثقة ويشاركك الهجمات. الزمالك في حالة فنية يعني ضعيفة جدا تقدر تستغلها. الزمالك سيبك من الناس اللي بتتكلم ان الزمالك قوي ويقدر يكسب الاهلي والاهلي ما يتغرش، لا، اعرف حالة الزمالك في مباراة 4-1 اللي الاهلي كسب فيها الزمالك مع كولر. كان وقتها الزمالك مع ميتشو عنده نفس الاخطاء، وناس كتير بتداري وتقول لك الزمالك ودي مباراة قمة. بمجرد ما كولر نزل المباراة بشكل فيه ضغط عالي، ضغط شرس، قدر الاهلي ان هو يسجل 3 اهداف في شوط واحد، هدفين لحسين الشحات وهدف لعلي معلول. الاهلي مطالب ان هو يلعب بنفس الاداء من اول دقيقة، ضغط عالي، ضغط شرس. انزل خلص المباراة في الشوط الاول، وصدقني لو سجلت هدف واتنين هتلاقي الزمالك بيفك. صدقني لو سجلت هدف واحد بس هتلاقي الزمالك مش قادر يرجع لاجواء اللقاء، لانه مش الفريق اللي بيقدر يرجع قدام الاهلي، مش الاهلي في 2007 اللي يقدر يرجع ب4-3 بعد ما كان متأخر مرة واتنين وتلاتة، مش الأهلي اللي كان في 2010 تقريبا بعد ما أحمد جعفر بيسجل هدف في أول دقيقة بيقدر الأهلي يرجع ويكسب 3-1، ومش الأهلي اللي يرجع بهدف بركات في آخر دقيقة، ومش الأهلي اللي يرجع في 2016 قدام الزمالك بعد ما كهربا بيضيع هدف والزمالك متقدم وبيقدر يكسب السوبر المصري في الامارات في 2016 3-2. لازم تبقى عارف ان شخصية الاهلي حتى لو استقبل هدف يقدر يرجع في اجواء اللقاء ويقدر يرجع بالنتيجة وبرمونتادا، عكس الزمالك اللي لو استقبل هدف هتصدقني ان الزمالك مش هيكون موجود، الزمالك هيفك بشكل كبير جدا. احنا مطالبين ان احنا من اول دقيقة نمنع الزمالك من الدخول في اجواء اللقاء، نسجل هدف مبكر، هنسجل هدف تاني ان شاء الله، هنسجل هدف تالت، وهنسجل هدف رابع. انا متوقع ان الاهلي هيكسب بنتيجة كبيرة، هيكسب على الاقل رباعية، وده نتيجة لحالة الاهلي اللي تقيل جدا على الزمالك، ولحالة الزمالك الفنية اللي فيها شكل عشوائي بشكل كبير جدا. الزمالك عنده نقاط ضعف في عمق الملعب، عنده نقاط ضعف في الخط الخلفي، عنده نقاط ضعف في الباك الشمال، عنده نقاط ضعف في مركز حراسة المرمى. الاهلي قادر على استغلال كل ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ونتقابل بعد الماتش على الفيديو ده وانا بقول لكم ان طريقة اللعب نفعت معانا ان شاء الله، لان كولر هيلعب بكده وهنكسب بنتيجة كبيرة.